السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل لكم النهارده وصفة ما يختلفش عليها اتنين، كله بيحبها، كبير صغير بيحبها. هنعملها كلها في صينية واحدة وطعمها في منتهى الجمال. هتاكلوا صوابعكم وراها، وهقولكوا ازاي تطلع مظبوطة من غير ما يطلع الوصفة معاكي فيها اي مشاكل. تابعوا معايا الفيديو للاخر، ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. ويلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة عشان وصفتنا ما تلزقش لازم ندهن الصينية كويس جدا بالسمنة، يدهنيها كده من تحت ومن الجوانب، مهم جدا الخطوة دي. بعد بقى ما دهنا الصينية بتاعتنا هننزل عليها بكوبايتين من الرز. كوبايتين من الرز نقيتهم بقى، سواء كان بيتنقى او بيبقى نضيف بتجيبيه جاهز وبتغسليه وبعد كده بتصفيه خالص من الميه. بعد كده بتنزلي بكوبايتين من الرز مغسولين اهو، وابتدي بقى افرده كده في الصينيه. طبعا في ناس عرفت انا بعمل ايه، بس انا بقى مش هقولكوا دلوقتي، لما نكمل باقي الوصفه اللي هيطلع معاكي ناجح 100%. حتى لو بتعمليه لاول مره هبقى اقولكوا بقى بنعمل ايه. هنزل عليهم بمعلقتين من السمنه، وكمان هنزل عليهم بالملح. الملح ده قد ايه؟ زي ما انت ما متعوده تعملي كوبايتين الرز بتوعك بملح قد ايه اعمليهم بنفس المقدار. يعني تقريبا هياخد معلقه ممسوحه، معلقه كبيره ممسوحه من الملح. تمام. هنزل كده بمعلقه ممسوحه من الملح، او على حسب انت بتحبي الحاجه يعني ملحها زايد او ملحها قليل اضيفي الملح. الملح ده دايما بيبقى اختياري. تمام. هنزل كمان بنص معلقه من السكر، متخافوش مش هتبان خالص في الوصفه، بس مهمه جدا في الوصفه بتاعتنا. تمام. هبتدي بقى امسك السمنه مع الملح مع الرز واديهم تقليبه كده مع بعض، بس بالراحه، يعني تقليبه من على الوش بحيث ان انا بقلب بس الملح. تمام. عشان انا برضو فارده طبقه سمنه، فمش عايزه السمنه تتشال من مكانها عشان ما يلزقش مني. تمام اهو. هكون بقى محضره معاكم 3 كوبايات من السائل. انا هنا حاطه كوبايتين من الرز، هنزل عليهم ب3 كوبايات من السائل. السائل ده ممكن يبقى كوبايه ونص لبن وكوبايه ونص شوربه، وممكن يكون ال3 كلهم لبن. تمام. يعني لو معندكيش لبن كتير حطي بس كوبايه ونص لبن، وحطي كوبايه ونص من الشوربه. ما عندكيش شوربه عايري كوبايه ونص ميه عادي، وانزلي بس ما يكون سخنه عشان تدوب فيها المرقه. فالمرقه هتعمل لك شوربه، يبقى كوبايه ونص وكوبايه ونص. وادي اللبن بتاعي اهو، معيار السائل 3 كوبايات. كوبايتين الرز عليهم نفس المعيار بس زياده كوبايه. تمام. 3 كوبايات من السائل. عايزه اقول لكم بقى انا هعمله من غير فرن، هعمله على البوتاجاز من فوق. مهم جدا اغطيه الاول بورق فويل علشان يستوي معايا كويس. فانا هعمله على البوتاجاز من فوق من غير ما احتاج لفرن ولا لاي حاجه اهو. هغطيه بالمنظر ده كده، هغطيه كويس جدا. وانا لاحظت ان انا لما بسيبه في الفرن بياخد وقت طويل. تمام. بصوا انا سويته من فوق بعد بالظبط يعني ممكن نقول ربع ساعه. بصوا المنظر عامل ازاي، شايفين اهو. عايزه اقول لكم انا كنت طلعته وبعد كده حطيت زي ما وريتهولكم، كان يا دوبك لسه متشرب بعد تقريبا 10 دقايق ربع ساعه. بصوا بقى هنا طلعته تاني وحطيت على وشه قشطه وش لبن. بس للاسف لقيت الشوايه مش شغاله. الشوايه بقى لو شغاله كنت هتلاقي القشطه دي واخده اللون المحمر اللي انتوا واخدين عليه في الرز. بجد بيبقى تحفه جدا. ده بقى يا جماعه رز معمر من غير بقى طاجن ولا اي حاجه. بصوا مستوي وزبده. عايزه اقول لكم عملته من فوق كله من على البوتاجاز من فوق، ولا يعني لو حطيتي بالظبط كوبايتين الرز عليهم 3 كوبايات من السائل هيطلع معاكي مظبوط جدا. مرضيش احط له فلفل اسمر علشان ما يغمقليش الرز. انا عايزه الرز لونه جميل كده. عايزه اقول لكم لونه حلو قوي، وان كانت الكاميرا ظلماه لونه حلو قوي. ريحته بقى يا جماعه خطيره،
يعني ريحته قلبة ريحة البيت، فعليا قلبة ريحة البيت، حلوة جدا. بصوا مفرفر طبعا انا بدوق. وزي ما قلتلكوا لو عندكوا شواية بقى بعد ما يستوي كده خالص تقدروا تحطوا القشطة دي على الوش وتنزلوا بيها تحت الشواية. انا كنت ممكن حطيت قشطة اكتر من كده بكتير، مش الحبة دول بس. هو اصلا السمنة بتاعته دسمة، وحسيت ان بصوا اصلا السمنة مغيرة لونه مخليه لونه مصفر كده من كتر ما السمنة فيه غنية، فاكتر من كده مش عايزين مشاكل في المعدة، فعشان كده مرضتش اكتر القشطة. فللأسف بس الشواية كانت عندي بايظة فعشان كده محمرتش، لكن لو احمرت كنت شفتوا الفرق كان عامل ازاي. بس النتيجة النهائية هو حلو جدا، طعمه خطير، ريحته قلب البيت كله، تخلي كده البيت ريحته خير كده وانتي داخلة البيت كده، الله على ريحة الرز المعمر في اي بيت، بجد حلو قوي. خلاص كده انا خلصته، وطبعا وريتكم الرز قد ايه مفرفر وجميل، ولا مثلا معجن ولا لازق تحت ولا اي حاجه، بجد حلو جدا. عايزاكم بقى تجربوه وتقولي رأيكم. طبعا لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.